ايش رايكم؟ ولد بعدين حفتي والله يا بنت. والله؟ ايش الحركات هذه؟ تعرف اني انحف انحف وانت ما تدري. بما انك لابسه ايه صح. اعطيك هذه يليق معاه بجد. نفس الدرجة. بما انك لابسه وردي اكبر الجواب. يعني انا بما اني من لابس شيء من استنى خليني اوريكم يا جماعة الدباديب هذه. يا جماعة الدباديب صاروا جاهزين الحين. بما انهم احلى واحد مو البرتقالي بالله. بما انهم نشفوا قولوا لنا اية احلى واحد. يلا تصويت. عن هذه يا جماعة سويناها في المول. شوفوا كيف زبطناها حتى من هنا ما يعني ما شاء الله. بس المكان الوحيد اللي ما حطينا الوان جوا هنا. بس هذه اكتشفت انه لا نسيت نحط الوان هنا عند الرقبة. وهنا كمان. مام شوفي. بس نشفت تماما. خليناها تنشف يومين كذا. الحين خلاص نقدر نحط كل واحدة. هذه راح احطها في الصالة. الحين راح نحطها مع بعض. هذه خربت. لا بايش توسخت هذه؟ توسخت. شوف صار برتقالي من برتقالي ليه من السمكن هناك او من السفرة هذيك. واي القهر. الحين قولي لي هذا بس يجنن. فرطنا يا جماعة. جبنا هذا ما عرفنا وين نحطه. نحط هذا الحين العلم. لو البيت ينحرق لازم يكون مكان قريب. يا بنتي لا تتحاولي الشر. بس بعد هذاك اليوم والتوصيلة اللي صار فيها أخذنا احتياطاتنا يا جماعة. اشترينا اثنين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هذه كبيرة. طب أنا أقول ممكن تحط ورا الثلاجة هذه. جرب نشوف. ليش ما نحطها بغرفتك؟ لا يا حبيبي شكرا. غرفتي ما يليق مع. لا ما يليق. تعال والله في مكان هنا صح. ممتاز ممتاز. ايش الوسخ هذا؟ ايش الحركات هذه؟ ليش ما تنظف غرفتك زي الناس؟ انا مالي صلاح. انا غرفتي والبيت وزيادة علي. هذا خط ممنوع تعرفين. اوكي دقيقة عديت خلصت. يا جماعة خلونا نحط الدبدوب في الصالة. اوه ماي جاد شوفوا الالوان. يليق. احس مرة ما اعرف وين احطه. ابغى كذا نشوفه يعني دائما. ايش رايكم هنا؟ كذا حلو. يلا الحين راح احط حق الدبدوب. على الرغم انه انا اشتريت واحد من امازون يا جماعة. بس هذاك جاهز كذا. احس مميز اكثر لما تحطوا شيء انتوا سويتوه. تحسوا كذا كل ما تشوفوه تقولوا هذا اللي انا سويته. لولي نحط حقك في الغرفة. يلا تعالي. بس احس لو سوينا مرة ثانية حنصير احسن من كذا. اي صح. يبغالي اطلب جديد. يصير كذا عندنا بعدين بتحف للدباديب. نشيل هذه الاشياء كلها ونحط الدباديب. والله مرة يطلع حلو يا جماعة. لا وعندهم كمان الالوان اللي تكون فيها جليتر اللي فيها لمعة تطلع مرة حلوة. انا ما طلبتها لانه هذه المرة. يلا لولي تعالي. لانه حبيت انه يكون ديكور للغرف يعني الالوان اللي احنا نحتاجها. بس ان شاء الله المرة الثانية راح ينكسر. المرة الثانية راح اطلب اللي فيه جليتر. فيه كذا اسود مع ذهبي مع رمادي. يلا طيب يا لولي وين حتحطيه ورينا؟ انا ححطه هنا. اللي طبعا اخترت لون بنفس الجو. رغم اني انا حاسه غرفتها يبغى لها الدبدوب الوردي راح يليق اكثر. بس هي تحب اللون البنفسجي عشان كذا خلاص راح تخليه هنا. ولا ايش رايك مثلا نحطه هنا احلى؟ تعالي شوفي. لا هنا زحمه عندك يا لولي. لا هنا والله هنا احلى والله. ما تشوفي. وين؟ هنا. It can fall I think. لا مو حلو. مو حلو. تعالي هذا احسن مكان. هنا بيرفكت كذا يجنن. حتى يليق مع الصورة اللي وراه. بنفس. لولي كافو خلصي ترتيب الغرفة لو سمحتي. يا جماعة أمس نظفت مفرشة إيلين. أكثر مكان كنت أبى أنظفه صراحة لأنه إيلين عندها حساسية وكذا. فالغبار اللي طلعته والوسخ اللي طلعته مفرشتها مو طبيعي. الموية كان لونها أسود. تخيل رغم المفرش لسه جديدة.
صراحة راحة نفسية المكنسة هذه، يا الله قديش كنت تسحب الوسخ، ولما تقعد تنظف وتحس انه واو انجزته بالفعل، نظفت الطابق الفوق كله خلصته. والحين نحط الكتكوت هذا. شوفوا هذا راح استغني عنه شكلي، هذا اللي اشتريته من امازون، شايفين فيه جليتر كذا كأنه صدف، مرة حلو يليق مع هذه. بس صعب بس لونه مرة فاقع ما أدري. استنوا خلينا ندور له مكان ثاني. أنت ارجع لو سمحت، ارجع. تعال أنت نحطك هنا، ايش رأيك؟ كفو.